للديوان الشعري، ومع الدكتور شفيق التلولي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء وعضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير، فليتفضل على بركة الله. الأخ القائد أبو ماهر حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور خليل أبو فور رئيس مجلس أمناء الجامعة، الأستاذ الدكتور عمر ميلاد رئيس الجامعة، الأخ المناضل تيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عطوفة الأخ الدكتور أحمد الشيبي محافظ محافظة خان يونس، معالي الأستاذ الدكتور علي النجار رئيس المعاهد الأزهرية، الدكتور محمد شبير نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، الأستاذ الدكتور محمد صلاح أبو حميدة أمين سر المكتب الحركي للكتاب والأدباء، الأخ عاهد فروانة أمين سر المكتب الحركي للصحفيين، الإخوة المخاتير والوجهاء وممثلو الفصائل والفعاليات الوطنية والفتحاوية، أهلا بكم جميعا على شرف الأسير البطل ناصر الشاويش، وأهلا بكم جميعا على شرف ذوي الأسرى القابعين في المعتقلات، وعلى شرف كل الحاضرين في هذه القاعة، حفظا للقامات والمقامات والأسماء التي كلها مقدرة في هذا الموقف الذي جاءوا فيه لا ليعلنوا تضامنهم مع الأسرى أو الأسير ناصر الشاويش، إنما لنقف صفا واحدا من أجل تحرير أسرانا البواسل، ومن أجل دعم الأسرى المبدعين منهم. وهنا يأتي بيت القصيد، فنحن الآن في حضرة كتاب يصدر عن مدرسة الحركة الأسيرة ليعلن للعالم ناصر وكل الذين يكتبون في فضاء أدب السجون أن الأسير استطاع أن يكسر الصورة النمطية التي أرادها السجان أن يكون الأسير عليها، ليحلق ليس في فضاء القراءة والمعرفة في هذه المدرسة الكبيرة التي جاء على ذكرها الأخ المناضل أبو ماهر، وإنما ليقول للعالم أننا هنا باقون بالكلمة وبالإبداع. وبحكم احتكاكي بالعديد من الأدباء الزملاء في الأسر، فإن جلهم يعلن لي ولزملائي أيضا في اتحاد الكتاب ولكل من يكتب في فضاء الأدب أنهم لا يريدون أن يتعاطفوا معهم الغير أو غيرهم، إنما يريدون أن نقدمهم بصورتهم الإبداعية. لذلك كنت أود أن يتسع الوقت لجئت على هذا الديوان وغصت بين صفحاته التي تضج بالألم والأمل معا. فعندما تتلقى هذا الديوان فأنت تتلقى صدمة تضعك أمام تساؤل مهم: لماذا يكتب الأسير؟ لماذا كتب ناصر الشاويش ولماذا كتب غيره؟ هل كتب ناصر لخطيبته فاتن إسماعيل التي تنتظره في غزة حتى يخرج من الأسر، أم كتب لوالده ووالدته، أم كتب لشعبه، أم كتب لابنه خالد، أم كتب للحرية؟ وهذا هو الجواب. إن ناصر يكتب للحرية كما يقول أنه يقدم الشعر من أجل الحرية ويهديها لشمس فلسطين التي تنتظره لينسج من خيوطها حكاية أخرى هي حكاية الحرية. لذلك منذ اللحظة الأولى كما قلت وأنت تقرأ: أنا قلت لي
وهذا الغلاف الذي خطه الصديق الدكتور محمد حمدان بالفعل هو عتبة مهمة، ويعرف النقاد ذلك أمثال الدكتور محمد صلاح أبو حميدة، لتضع القارئ في متن النص، فهو يريد بضمير المتكلم أنا، والذي جاء في متدرجا بالألوان، ألوان الفضاء جاءت كلمة أنا، ولي في الظلام هنا وهو الأسر، وقلت هو يقول، ويغني للحرية التي يقف بين هذا الفضاء الفاتح وهذا الفضاء الداكن على بعد خطوة من الحرية ومن فجر فلسطين. لذلك هذا الديوان هو انكشاف الذات الفلسطينية التي تتجاوز حدود القهر إلى حدود الحرية، متسلحا بالإرادة التي عهدنا عليها الأسير الفلسطيني. ولذلك نقول أن أدب الأسرى استطاع أن يشكل أو أن يكون المكون الرئيسي من أدب المقاومة الفلسطينية الذي صاغ حروفه الشهيد الكبير الأديب غسان كنفاني عبر كتابه عن أدب المقاومة، ليفتح للفلسطينيين فضاء وجنسا أدبيا استطاع من خلال هؤلاء الأسرى أن تطلق أعمالهم إلى خارج حدود السجن. وهذا هو الانتصار الكبير الذي قال عنه في هذا الكتاب ناصر حينما قال إن خروج هذا الديوان الرابع من الأسر هو انتصار كبير ليس للأسرى وإنما انتصارا للحرية. إن هذا الديوان الذي جاء في 51 نص شعري عبر 160 صفحة لم يحمل الألم فقط، وإنما حمل الحب والأمل بحرية قادمة. كذلك فإن هذا الكتاب لم يقف عند حدود الوجدانيات وعند حدود البوح وعند حدود المناجات التي كما قلت استطاع من خلاله أن يكتشف ذاته ليرتد عن المنفى وليرفض فكرة المنفى. والمنفى هنا هو السجن الذي رفضه ناصر، ولكنه استطاع من خلف جدران الزنزانة بمخيلته أن يغوص في أعماق القضية العديد من القضايا الإنسانية المهمة، قضايا وطنية وقضايا اجتماعية وقضايا حتى على مستوى قهر الشعوب، ناوشها ناصر بجرأة ولم يكن يكتب بالصورة النمطية التقليدية، وإنما كتب بروح المثقف المشتبك المثقف العضوي الذي قال عنه غرامشي أن هذا المثقف هو المثقف الملتحب والمشتبك مع قضايا شعبه، وإن كان خلف الأسر فإنه حتما سيخرج ناصر ليكتب لنا من خارج فضاء السجن. وهنا أدعوه وهو الآن يفرح بكم، وهو كان ينتظر هذه اللحظة على أحر من الجمر، لأنه اختار غزة التي يحبها، ليست لأن فيها خطيبته، وإنما غزة التي يحبها ويعتبرها جزء أصيل من هذا الوطن الذي هو بالتأكيد لم يعش في غزة من قبل، لكن قلبه هنا في غزة، وإن كان ينتمي إلى مدينة فلسطينية أخرى من مدننا العزيزة في الضفة الغربية، لكنه يقف اليوم ليقدم لنا هذا الكتاب ولنصفق له جميعا ولندعوه للاستمرار بالكتابة، ولندعو أنفسنا نحن في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين أن نستمر في مسيرتنا الداعمة للكتاب الأدباء ولدعمهم ولتوفير كل ما يلزم لهم من أجل أن يبقى هذا الأدب حيا. وفي هذا السياق في نهاية هذا العام سيكون هناك مؤتمر
لأدب الأسرى خصصه الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إيمانا منه بأهمية هذا الأدب الذي من خلاله يستطيع الأسير أن ينقل للعالم ماهية المبدع الفلسطيني وأن يهزم الرواية الصهيونية المدعاة برواية الحرية المشتهاة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.